خوتي خواتاتي، نشللو بحال هكا هاد الكشكاش ديال الكرم ديال الكرموس اللي كيقول لك كيقاد الطانسيو كيقاد السكر. هانتوما خوتي نشللو هكا هانتوما بحال هاد الطريقه، نشللو في الماء ونضيفو في هاد البانيو في هاد البانيو فاش نضيفو هكا ندير ليه، ومن بعد منها نكب عليه الماء سخون طايب بحال هاد الطريقه سخون، ونخليه مدة 3 ايام ولا 4 ايام حتى يطلق داك الماء ديالو. وملي يطلق الماء ديالو اخوتي خواتاتي شتا الماء يكون سخون قال لك كيقاد السكر والطانسيون هكا، ونخليه في شي بلاصه حتى يطلق الماء ديالو. ومن بعد منها نعود نشرب كاس كل صباح قبل الفطور، كل صباح قبل الفطور. وهاد الطريقه عرفتها، وهذا الشيء كنتمنى اللي عنده السكر الله يشافيه، واللي عنده الطنسيون الله يشافيه، ونتمنى الله من الله هو اللي يشافي. هاد الوصفه راه جربناها وعودنا، وجربها الوالد ديالي والحمد لله في صحه جيده. كنتمنى تكونوا ان شاء الله بغيت نتقاسمها معكم، والحمد لله تستافدوا منها ان شاء الله. ساهله هي داك الكشكاش ديال الكرم، وغسل حتى تغسلو وديروا في واحد البانيو مع الماء السخون، وخليها مده شي 3 ايام ولا 4 ايام. ومن بعد منها كل كب داك الماء صفيها، وداك الماء ديروا في شي اناء ولا ديروا في شي قرعه، وكل صباح شرب كاس قبل الفطور. ومن بعد منها يتقاد لك السكر ويتقاد لك طانسيون. نتمنى تكونوا يجيب لك ربي الشفاء ان شاء الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي. الفيديو اللي ملتصق لصقته، المهم ها هو خليته مدة 3 ايام. شتو الماء ديالو كيولي غادي تكبو في هاد الكاس مثلا بحال هكا ها هو الكاس. شتو خوتي الماء ديال الكرم ديال ورق الكرم زين الطانسيو والسكر، وتشربوه قبل ما تفطروا على الريق، ويقاد السكر ويقاد الطانسيو. هانتوما خوتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والله يجيب الشفاء الكامل اللي عنده السكر اللي عنده الطاسي ولا اي مرض، الله يجيب لي الشفاء اللهم امين.